يا دين النبي يا جدعان، ده انا بلعب 2K بتجميع كلفتني تقريبا 200 دولار او 10000 جنيه مصري. يا رب ايه كل الفريمات دي؟ طب بص كده بقى، لو رحنا عند السيتنجز عشان يعني يبقى كله، بص اتفرج يا باشا. 1440 سواء لما اخفي لك دي كده اهي، 2560 في 1440. المشكله بقى مش في كده، وبص كده اعدادات الجرافيكس محطوطه على البريسيت الهاي. اتفرج بقى كده يا باشا معايا، اتفرج على الدلع ب 10000 بلبل. ماذا اقول ماذا اقول؟ بس اللي انا شاغل دماغي دلوقتي، هل ممكن العب العاب تقيله زي سايبر بانك على ال 2K برضه؟ تعالوا نشوف. انا عارف انك مصر، ما هو الطبيعي في الفئه دي لو انت يعني سفحت قناه هتعمل لك تجميع تشغل لك 720 بي العاب كمان خفيفه، مش هتشوف فيها العاب زي اللي قدامك، بل كمان بقول لك عليها 2K بسعر ببلاش. هتقول عليها مجنون، بس انت عارف ان ده مش مجنون ولا حاجه، وعارف ان البلبل لديك فلا خوف عليك. انت عارف القصه دي خلاص، احنا مش لسه هنتعرف على بعض ماي فريند. ولكن بعيدا عن الكلام ده، فالتجميعه دي بجد معجزه، وده كمان اسمها، وسميتها كده بسبب قصتها اللي مليانه تفاؤل وحظ وامل، وبرضه فيها احزان. يا جدعان الكارت كان بيموت، كل التراب ده كان جواه، وبعدين ده جزء اصلا يعني، مش كل كمان اللي نزل منه. احزان على مدار شهرين علشان اعرف اعمل التجميعه دي. تخيل يا مؤمن، شهرين بجمع في التجميعه دي عشان اعمل لك الفيديو ده وانت مكسل. ماذا اقول؟ على كل لايكك وشايك المتين، وتعالى نشوف ايه قصه معجزه وايه قدراتها، وما تنساش في النهايه تقول لي اذا كانت تستحق الوقت والتعب والمجهود ولا لا. صلي بينا على النبي. دول عمرهم 14 سنه، بجد ما بهزرش والله. اكيد دلوقتي بتسال نفسك ايه الرميه دي يا عم نبيل؟ بص يا معلم، قبل ما نعمل اي حاجه احنا بنتكلم في فئه انت صعب تعمل فيها جهاز ضعيف. متخيل احنا بقى بنتكلم في جهاز عامل ازاي دلوقتي باللي انا قلت لك في البدايه؟ انا في البدايه كان طموحي ان انا اجيب صفقه تكون لقطه اكتر من فيديو تجميعه ال 170 دولار او ال 14000 جنيه، اللي كانت عباره عن رايزن 5 1600 اللي هو معالج معفن. تمام، عملنا يعني بنعمل معجزات. بورده اكتر من معفنه واكتر من حقيره، يا احقر من الحقاره. رامات اوضع من الوضع. فاهم؟ كنت جايبهم كلهم بكام؟ كانوا واقفين عليها ب 4500 جنيه. قلت يا بختك بقى يا بلبل، يا سعدك وهناك لو جبتهم تاني بس ب 3800 3700. ولكن سرعانا ما اكتشفت ان دي احلام يقظه او عبط. ليه يا عم نبيل؟ لان للاسف احنا بنعمل من الفسيخ شربات بالعافيه. فاهم انت؟ بنلصم الدنيا. الناس بتاخد الفيديوهات وتبدا تحس ان هي معاها كنوز، اللي هو انا معايا رايزن 5 1600 معفن يا حبيبي، مش محتاج ان انت دلوقتي نخلي باندل زي دي توصل ل 6000 جنيه وارقام كبيره ملهاش اي لازمه. فانا لما ادفع في دول 6000 جنيه ولا ادفع فيهم 5500، ده لو انا حظي جامد يعني مع الرامات مثلا يعني، فاللي هو ما عادش معايا فلوس اكمل بقيه الجهاز. انا لسه عايز كارت وعايز كيسه وعايز باور سبلاي اس دي، لسه طبعا قصه يعني، فاللي هو مش منطقي نهائيا. فقررت ان انا انزل شويتين ثلاثه، تلاقيت عبس اكتر عشان اختصر عليك الكلام. رحت لحد الجيل السادس، تلاقيت ان انا لو هجيب مش هعرف اجيب الاي 7، وانا مهم جدا ان انا في الاجيال القديمه يبقى معايا اي 7 بسبب الهايبر ثريدنج. مش معايا هايبر ثريدنج فالجهاز هيموت مني وكده، ما عادش جهاز ادمي خلاص. فهنا بقى وانا بدور اتلاقيت البندل اللي انا وريتها لك من شويه ده عباره عن ايه؟ بورد مبرد، تحتيه معالج طبعا يعني هنشوفه دلوقتي، ورامتين 2 في 8 ب 16 جيجا، يعني 4 قطع ب 3700 جنيه يا مؤمن. توفيره يعني تمام. دي اللي ادتني امل ان انا اصلا اعمل الجهاز ده. طيب هي عباره عن ايه وجبتها منين؟ انا جبتها من عند اكستريم ريج، وده يمكن رابع مره اكلمكم عنهم، والله ما فيش ولا مره اخد فيها فلوس اعلانات ولا اي كلام من ده. يعني انا بحاول اساعد الشباب اللي زي اللي لسه بتحاول تبدا على قدر الامكان، والله مش اكتر ولا اقل. المعالج اللي هنا معالج عمره 14 سنه، انتج في 2012. المعالج اللي هنا الكور اي 7 3700 باربع انويه 8 مسارات، بيبقى 3.4 من 10 جيجا هرتز، بيوصل لحد 3.9 مع البوست، ولكن ما كانش بيمسك معايا الرقم ده خالص بصراحه، كان دايما ناحيه 3.6 من 10. فالمعالج هنا اقدم مثلا من الاي 5 الجيل السادس طبعا، وكمان ارخص بكتير عشان تبقى عارف، ولكن مش هيموت بسهوله او يوصل ب 100% بسهوله بسبب الهايبر ثريدنج اللي فيه. كل الاجيال القديمه للاسف يا جماعه حتى لو المعالج انويته اقوى فهي هتموت مع الاستخدام 100% بسهوله. ثانيا في عندنا الكولر اللي هنا هو ندل عليه الانجري بيرد ده، بصراحه قطعه يعني مش عارف اقول ايه. بص هو ضايع يعني، بيوصل ل 90 درجه و95 درجه لو تحت ضغط 100%. احنا مش بنلعب على 100% خالص يعني، فاهم؟ احنا بنلعب هنلاقيه في الستينات السبعينات، فاللي هو ايه بيس يا مان هنعديها، مش هنقعد نحط في فلوس على الفاضي على الفاضي كل ده. حتى برضه جربت ان انا اغير معجون مفيش فايده نفعت معايا. اما عن اكتر قطعه مضحكه ممكن تدمر التجميعه دي اصلا حرفيا، المذر بورد. يعني في زمانها كانت حاجه، دلوقتي ده ضحك خام. ده
التقن، فاهمني؟ بجد والله. بص يا معلم، مبدئيا يعني هي لونها ازرق، فهي بتنم عن ساعتها قوه بقى، واللي هو التصنيع القوي ومش قد كان ساعتها رمز قوه يعني. خلاص، برضه هنا يا جماعه بيجي فيها منفذ كامل PCIe X16 جين 2 من الجيل الثاني مش ثالث حتى. ضيف على ذلك ما فيهاش M.2 خالص، لا هي فيها ساتا، والساتا اللي هنا خد بالك 3 جيجا مش 6، فاللي هو ده حتى الجيل القديم منه. اوكي ماشي. لو هتبص هنا بقى شويه كده عند المنافذ والمخارج، فاحنا عندنا النص الفوقاني اتكلمنا عليه على حاجات زي كده في فيديو قبل كده قديم، فكل ده انت كده مش محتاجه، انت كل اللي محتاجه هم دول. طيب دول عباره عن ايه؟ USB 2، مفيش USB 3، USB 2 ومنفذ ايثرنت، على الاغلب هيبقى 100 ميجا بت بير سكند يعني. وفي عندك كارت صوت مدمج، ما اظنش ان انت برضه هتستخدمه في البورد القديم، لان اكيد يعني مش هيبقى قوي يعني. فهي البورد بصراحه اللي ابهرني فيها هي حالتها، انا مش عارف هي ازاي بالحاله دي بعد العمر ده كله بصراحه. تحس ان هي عارف مغسوله بالالتراسونيك او بالموجات الصوتيه، مش عارف هي نظيفه قوي بصراحه ما عدا الجزء ده بس هنا، ولا ده بيبقى متداري بالاي او شيلد اللي بيبقى محطوط من ناحيه الكيس، فمش هنحس باي مشاكل. هو بصراحه جهاز اثر يا جماعه يعني، ولكن المهم ان احنا نعرف نوظف الفلوس دي باكبر فايده ممكنه، وبجد صدقني النتيجه في الاخر مبهره جدا. اما عن الرامات اللي هنا فهي برضو باللون الازرق، ودي بتدل برضو عن المتانه وعن ان هي حاجه فاخره من الاخر يعني، ما هياش حاجه تعبانه. والرامتين دول 2 في 8 DDR3 يعني، دول 16 جيجا بايت، كافيين ان احنا نعرف نعمل جهاز احنا غالبا مش هنعرف نعلي في الكواليتي بتاعت الصوره فيه، وده اللي كنت متهيألي فيه يعني، ولكن اوكي يعني تمام، الدنيا ماشيه نوعا ما. زي ما بقول لك البادجت مفيش، بس انت لو مفكر ان ده عبث اللي في البورده ده، لا 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 لا، ده انت لسه هتشوف بقى السينما اللي على حق لما تشوف كارت الشاشه. لا لا مش ده مش عايز اوريه لك قوي دلوقتي، لان الكارت ده فيه قصه على قد ما هي كانت حزينه مريره، على قد ما هي كانت النتيجه فيه ما كنتش متوقعها، ولا انت هتتوقعها، ولا الاستاذ اللي جنبك هيتوقعها، ولا اي حد هيتوقعها، وتستاهل منك لايك. لان الكارت ده انا قعدت شهر ونص على بال ما عرفت اجيبه. ده سوق المستعمل يا جماعه، سوق المستعمل مش زي الجديد اللي انت بتلاقي فيه ستوك، ولا انت بتدور لحد يعني. انت بجد القرش صياد، لازم يبقى قرشك في جيبك جاهز، وقت ما تنزل اللقطه تجري عليها على طول وتقيم امورك، وهوريك ازاي. ولكن انا خلال الشهر ونص ده كنت بفقد الامل بجد والله، وخلال ما انا كنت بفقد الامل، فعشان اشجع نفسي قررت ان انا اشوف الاس اس دي والكيس والباور سبلاي. وفي الحته دي اتلاقيت برضو عبث لا ارادي في السوق بصراحه. يعني ايه الاقي كيس اصلا هي بتتباع بالباور سبلاي بتاعها ب 2200 ولا ب 3000 جنيه، والباور سبلاي بيتباع لوحده ب 1000 وشويه، اللي هو ده مستعمل يا حبيبي، واخد بالك؟ انت كده فكيت الكيسه من الباور وبتكسب فيهم بعد ما استعملتهم، بلاش عبط. نفس الكلام ده حصل في الكارت بغباء يعني. انا في الكارت اديك حته كده في المعلقه، انا اتلاقيت واحد بيبيع ال 1650 ب 8000 جنيه. 8000 جنيه يا راجل، تبا لك يا عم، ده انت تبا لك وتبا لامثالك. على كل هنيجي دلوقتي لموضوع الكارت ده واعرفك الموضوع الشيق اللي فيه، ولكن خلينا اكلمك على الكيس اللي انا اخترتها وقد ايه كانت موفره معايا ومقفله معايا العداد. دي السكاي ام 2، دي كيسه جديده من زجماتيك نازله السوق. بص بتعمل كل حاجه انت عايزها، كلفتني هي والباور سبلاي بتاعها 2200، وفيهم يعني معجزه بجد يعني. بص كده، لو بص اولا بتتفك كده بسهوله، بس مش محتاج مسامير ولا اي حاجه. بص بقى دي ازاز بص ازاز ب 2200 يعني. الكيسه دي اصلا بالميت كده مثلا لو هتتشحن من الصين هتلاقيها مثلا ب 750 جنيه الشحن مثلا، اللي هي تعتبر باور وكيس بالازاز ب 1500 جنيه. على فكره هي بتنور من قدام ومن ورا ومن كل مكان والله، وخامتها لطيفه. فيها يو اس بي 3 من قدام فوق اهو، وفيها 2 يو اس بي 2 يعني. بص في داست فلتر هنا، وكمان من تحت اللي هو فلتر التراب يعني. لا لا دلع دلع دلع. انزلي انت هنا كده يا غالي، الله يكرمك، عشان ايه المكان يعني. هي بصراحه ككيس لا تستاهل فلوسها، وفعليا الكيسه دي هي اللي حمستني ان انا اكمل بقيه الفيديو ده واعمل التجميع، واصر ان انا لازم اكمل بجد. والنتيجه زي ما شفت في البدايه. على كل من هنا كان ناقص لي الكارت وناقص لي الاس اس دي. وفي الفتره دي بقى يا معلم بعدها كده بشويه يعني الحمد لله، زي ما بقول لك اكتر من شهر ونص من التدوير في الكروت، اتلاقيت اختيارات بجد كتير، اختيارات بجد جامده يعني. انا اتلاقيت كارت كان معروض تقريبا ب 3800 جنيه واتعرض بقاله فتره، وهو الار اكس 6500. الكارت ده بجد اتلاقيته معروض ب 3800 جنيه و 3600 جنيه ومعروض بقاله فتره. والله انا رحت قلت لصاحبه ب 3000 جنيه يقول لي امين. بس الكارت ده كان فيه مصيبه كبيره قوي بالنسبه لدول للعواجيز دول. طب ايه هي؟ بص يا معلم، انا قلت لك المنفذ ده
جيل تاني. الكارت بيجي بجيل رابع تمام، واكس 4 4 خطوط بس لنقل البيانات، فهو مش هيستخدم ال 16 اللي هنا، هو هيستخدم برضه 4 من هنا، هو هيستخدم 4 خطوط لنقل البيانات من الجيل الثاني. احيه احيه يا ابو سوسو، الداتا وهي معديه احيه، مش عارفين نعدي. ده اللي هيبقى اللي بيحصل جوه الجهاز بتاعك، وهيبقى فيه بوتل نيك بجد مش طبيعي، خصوصا ان احنا هنجيب نسخه فاهم هو 4 جيجا، هيموت هو هيموت مش هيقدر يكمل معاك. فبالتالي ده كان اختيار بالنسبه لي كسعر حلو. بمناسبه السعر احنا ما حسبناش الكلام ده والله الاحسن. بص انا في التصعيد ما اقولكش، احنا قلنا دفعنا 3700 في البندل زائد 2200 في الكيس، يبقى 5900 كده. احنا متبقي معانا كام يا معلم؟ 400. طيب قعدت بصراحه ادور على كروت اكتر واكتر، وتلاقيت عروض كتير حلوه عروض كتير سيئه، ولكن للاسف في الفئه دي كانت كل كروت اي ام دي يا اما اكس 4 يا اما اكس 8، وحتى ال 5500 اكس تي الناس معتمده ان هو احسن، فبيبيعوه بسعر بصراحه قرب ال 5000 جنيه، والبادجت ما فيهاش 5000. طيب ايه الحل يا عم نبيل؟ بصراحه احبطت جدا تاني، لان بقيت متيقن دلوقتي ان انا ما عادش قدامي غير ان انا اروح بقى للجي تي اكس 960 او اروح لكروت ال10 زي ال10 60، احاول ان انا اجيب حته 3 جيجا بالعافيه والجو ده كله. طبعا الكروت دي واقف من عليها الدعم، كروت الار اكس اللي هي ال 580 مش عارف ايه دي، هل كانت عادين لما قالت يا بس انا مش هجيب كارت عشان اشغله واروح احطه شويه في الميكروويف مثلا ولا في الفرن، ده كلام طبعا مش منطقي بالنسبه لي، ومش هعمل كده في يوم من الايام، مستحيل اعمل تجميع بالشكل ده واطلع اعرضها على الناس اصلا. بعد ما كنسلت الفكره للمره الثانيه الاقي وانا قاعد كده جاست ليستد كارت 1650 سوبر مش العادي، ومعروض اقل بكتير من اللي الناس عارضينه، هو عرضه بسعر منطقي، هو كان عرضه ب 4500 جنيه، وكاتب تحتيه ان هو والله انا ما فتحتش الكارت ده قبل كده من ساعه ما جبته وهو شغال، فانا ما عملتش فيه اي شغل فيه. والمفاجاه الاكبر شوف يا اخي والله تسهيل ربنا، والله تسهيل ربنا بجد، هو جنبي في بورسعيد سهوله، اسهل من كده يا معلم مفيش خالص يعني. فحددت معاه ميعاد عشان نروح نتقابل، وكان مصور لي الكارت بصراحه كان شكله مطرب شويه، فقلت قشطه يعني بيس يا مان مش مشكله. ولكن لما شفت الكارت كنت عايز اصرخ المنظر كان مرعب من كتر الرمل يا جماعه مش طبيعي. انا الكارت ده يعني انت شغال ازاي؟ ده انت مش ممكن، ده انت من بره كده انا حطيته كده بقيت بتنفس تراب قدامي اللي هو كان بيجري في الصحراء مثلا. انا بدات اقلق، حطيت الكارت وحصلت قصه كده بصراحه حزينه قصيره يعني، وهي دي السبب في السعاده اللي انا فيها دلوقتي. اسمع بقى يا معلم، مبدئيا انا جيت شغلت الكارت ده وانا في المحل معاه، اتلقيته مطلعش اي داتا خالص نهائي، مش عايز يشتغل. وانا بتكلم معاه قال لي كده كلمه، قال لي ان هو دايما كان شغال بالدي في اي بورت دوت، فاستنتجت كالتالي هو شايل الجلد اللي بيتحط هنا اهو. فاحنا عندنا في بورسعيد رطوبه عاليه وغبار بيتجمعهم كلهم كده على حته، بيعمل لها زي طبقه عازله اسوأ من الاكسده، حاجه عازله من الدرجه الاولى حرفيا يعني. فكلمت ساعتها صاحب المحل قايع على شويه على فرشه، وقعدت ايه غسلت اسنان الكارت. ربنا مش عايزين نجيب سيره غسيل السنان ده عشان في ناس اعرفها بتتحسس منه. على كل شغلت الكارت اشتغل معايا الحمد لله. بس انا بصيت له كده باشا اول 500 جنيه خصم تنظيف. كنت اقنعت اصلا وانا بتكلم قبلها، قلت له بقول لك ايه والله العظيم احنا هنخصم مفيش كلام. قال لي لا ومش لا، قلت له انا هخليك تبقى ب 1500 هتشوف دلوقتي. حطينا الكارت شغلناه، لقيت بقى في مشكلتين اسخن من بعض. الاولى ان الحراره بتاعته هي ظاهريا 80 81 اتس اوكي تمام، لكن الهوت سبوت كانت بتبقى 98 و97 وارقام كبيره قوي. في الحته دي بالذات بصراحه انا خفت بجد. ليه؟ لان انا عارف لو في مشكله في المعجون غالبا بيبقى الفرق ما بين الهوت سبوت وما بين الكور تمبريتشر او الحراره بتاعت الكور بتبقى يعني فوق ال 20 25 30 مش عارف ايه، كل ما بتزيد الجاب كل ما بيدل ان لا في مشكله في التبريد. لكن المره دي الفرق اقل من 20 وانا مش عارف اعمل ايه. ولكن انا حاطط في دماغي حاجه واحده، الراجل ده ما فتحش الكارت من ساعه ما جابه من 5 سنين، فانا بقول ان شاء الله يكون المعجون هو المشكله ان شاء الله. انا مش عارف بجازف بقى. ولكن اثناء الاختبار برضو سمعت صوت حكه كده في الكارت. المروحه دي فيها مش، انا وريته المشاكل دي كلها، وريته كل حاجه على ميه بيضه كده، وفرشت له كل ورقي، قلت له بص انا في اسوأ الاحوال لو الدنيا باظت مني فانا لبست الكارت حرفيا. هيبقى الفيديو بالنسبه لي عباره عن كونتنت توعيه للناس، مش هيبقى كونتنت اللي انا يعني ايه انجزت فيه حاجه بصراحه يعني. انا ممكن اغير المعجون الكارت يفضل زي ما هو، يفضل فيه مشكله وابقى لابس في دايره تبريد كامله على اللغم. ولو طلعت تمام فانا المروحه مش ضامن ان هي تتصلح وتشتغل كويس معايا، واضطر ان انا اجيب مروحه وفي اسوأ الظروف هروح اجيبها في الاخر من علي اكسبريس وشوف سعرها كام. كان سعرها تقريبا فوق ال 1000 جنيه من غير الشحن بتاعها. فانت ايه دنيتك في الكلام ده؟ كلمه رايحه كلمه جايه، اخدته منه ب 3600 جنيه. 1650 سوبر ب 3000
1600. هل انا عرفت اصلحه؟ اكيد باين من الابتسامه اللي على وشي. اكيد صراحه لما فتحت الكارت من جوه يعني كان المنظر مخيف اكتر واكتر اول ما فتحته. يعني انت كم التراب اللي على المشتت مش طبيعي. انا بقيت بحطس طول ما انا عمال شغال كل شويه وانا شغال. ضيف على ذلك المراوح من ظهرها معبيه. وخد بالك هنا اغبى غلطه ممكن تعملها وانت بتصلح كارت زي ده او بتنضفه انك تضرب فيه البلاور. هتضرب فيه البلاور كل التراب ده هتلاقي بص داخل كده زي الصاروخ جوه المراوح، هيبوظها اكتر ما هي بايظه. انا عندي اصلا مروحه سليمه مش عايز ابوظها هي كمان. طب الحل ايه؟ زي ما انا ما بعمل قدامك بالظبط في الفيديو. هتقعد تجيب كده الريشه كده تقلبها، لازم تفك المروحه وتجيب الريشه وتقلبها بالفرشه على الهادي يا زبادي لتحت، وتحرك الريشه وتحرك. ما تروحش عند اللي فوق تعمل كده اهو هينزل. هو بقى الجاذبيه بقى فيها اراده ربنا، دي مش بتاعتنا. فانت تعمل ايه؟ ابعد تحت على الموتور لحد ما تنضف المروحه بتاعتك. هتستخدم البلور ده زي ما انت عايز. انت اصلا مش هتستخدم البلور، مش هتحتاجه بالطريقه دي. فانا نضفت المراوح، نضفت الشراود اللي كان اقذر من حياتي طبعا، والبورد اللي كانت متبهدله، والمعجون اللي طالع من الهيت سينك وبرده من على الجي بي يو عامل زي دهان كبسه يا جماعه. لما بدهن مثلا طبقتين دهان فوق بعض واحده منهم بتقشر بيطلع كده، والله بيطلع بنفس الشكل ده، بيبقى بلاستيك مش معجون. فقلت الحمد لله. بص جديدين شكر هنا يا ابني الصراحه الفلوس ما راحتش على الفاضي. رحت منضف بقى كل العك دون بالكيو 22 وظبطت دنيته ورجعت الكارت جديد حرفيا. رحت حاطط المعجون دون البولار اكس 8. البولار اكس 8 ده على فكره من المعاجين الكويسه اللي انا اصلا حاططها في جهاز هاي اند اللي هو جهازي الاساسي حرفيا، اعرفكم عليه قريب ان شاء الله، وشغال بيه بقى لي اكتر من سنه زي الفل وممتاز. وعلى فكره موجود منه الاصلي هو منتجات ثيرمال جريزلي، هتلاقيها بضمان اف ار تي في مصر ممتازه. وهم ما قالوليش اعمل اعلان ولا اي حاجه، بس هي بصراحه عجبتني يعني مش أكتر. ولكن النتيجه النهائيه بجد تنسيك كل التعب ده. الكارت رجع جديد بمعنى الكلمه جديد، مفيش حاجه مأكسده عليه، كله كان تراب بس، وكله كان يعني زي ما بقول لك غبار مع الرطوبه بيطين وبيلزق. فاخد مني شويه صبر شويه تعب والحمد لله. ولكن وانا بقفل كده رحت جايب سرنجه ورحت حاطط فيها شويه كيو 20 ورحت ايه على الحز كده بتاع الموتور كده، وبقيت ماشي كده انقط كده ايه شويه شويه. لفيت المروحه كده بايدي لفتين ثلاثه ورحت مركب ومقفل ورحت مجرب. النتيجه فشيخه. اولا كل البورتات شغاله معانا 100%. ثانيا الحراره نزلت من الثمانينات والهوت سبوت للقرب ال100 نزلت لحد الستينات، والهوت سبوت في منتصف السبعينات 75 76 درجه مئويه. المراوح اللي كانت 100% بقت دلوقتي 60 65% 70%. الصوت اللي كان في المروحه قل يعني تقدر تقول ان هو مش موجود. يعني صوت المروحه يعتبر اختفى اصلا الحمد لله. يعني انت مش هتسمعه طول ما انت حاطط الكارت في الكيسه وقافل، مش هتسمعه خالص. انت لازم تفتح الكيسه وتحط ودنك كده تقول ده في صوت حاجه كده. يعني انت عايز تبيض على نفسك من الاخر، انت بني ادم خلاص يعني محنك والحنكه جايبه معاك اخرها فاهم. فتبا لك برضه لو انت من النوع ده، وتبا للناس اللي من النوع ده. فاحنا ببلاش بصراحه اخدين الكارت. انا شايف ان ده انجاز بجد يستاهل سقف ابو البوليه ولايك بالبولي. من هنا يا معلم ما كنتش قادر امسك نفسي ورحت مركب بقى الجهاز في الكيسه. وما اقولكش في الكيسه. وعلى فكره انا حطيت اس اس دي عندي كده قديم من دهوه. قول بص انا مش هقول لك عشان هو كان عندي بصراحه، بس انا هقول هنحط بزياده 1000 جنيه الاس اس دي 128 جيجا بايت. وما انصحكش 128 جيجا بايت، هقول لك ليه كمان شويه. على كل بعد ما قفلت الجهاز في الكيسه بجد النتيجه فشيخه بجد. مش يعني هي مش باين عليها مستوى الاجتماعي بصراحه يا جماعه. كيبل مانجمنت بالحته اللي ورا بص عامل ازاي. بص هي نفسها لا بجد جامده جدا جامده بنتي. وعشان برضو الاسئله البديهيه، المراوح هنا اللي في الكيس يا جماعه ما هياش بتتحكم فيها حسب الحراره ولا توصلها على الباور سبلاي، كله على الباور سبلاي مفيش تحكمات هنا. حاطين جهاز بقول لك يعني جدي ده عجوز ده لو فاهم انت رجيته كده شويه هيكح، ما ينفعش معاك الكلام ده. اما عن التجربه فهقول لك عليها بعد ما نحسب بقى حسبتنا في الاسعار دي كلها وصلت لحد كام. احنا كنا واقفين عند 5900 بالبندل، والكيس هنزود عليهم 3500 جنيه للكارت زائد 3500 للكارت زائد 1000 جنيه للاس اس دي يساوي 10400. النهارده سعر الدولار تقريبا عامل 51 وكسر، قول 51 يعني 203 دولار. ماذا اقول ماي فريند. على كل تعال نشوف بقى الالعاب التقيله ادائها عليها عامل ازاي، لان في خازوق شفاف. هم خازوقين بامانه شفافين مش شافين، لبستهم كلهم وحسيتهم يعني. بص يا معلم مبدئيا انا رحت مجرب لعبه جوست اوف توشيما، وكانت مفاجاه بالنسبه لي قوي لما جربتها على 1080 على اللو سيتنجز، وكنت بلعب ناحيه ال 55 فريم 60 فريم. ولكن انا شايف ان استهلاك الكارت لسه عنده شويه، فقررت هنا ان انا اطلع لل 2K كنوع من انواع التغابي. هو كارت 4 جيجا ما ينفعش اصلا لل 2K المفروض يعني. رحت طالع لل 2K والاقي الصدمه على الفيري لو اخدت تقريبا نفس الفريمات
55 60 فريم، وساعات بطلع لل 70 ببيك، اللي هو يعني ايه ده 10000 جنيه بس يعني، ما دفعناش حاجه والله، تجميع ببلاش يعني. فتحمست اكتر واكتر، وقلت اما اخش بقى على العاب اتقل منهم لعبه من الجيل الحديث 007 فيرست لايت، ودي اكلت فيها خازوق زي ما قلت لك يعني. لما يجي وقت هقول لك على الخازوق الاولاني الاول. المهم قررت ان انا العب سايبر بانك، ورحت على طول داخل على ال2K كده، بص على البالانسد مود الاف اس ار 3، واللعبه على اللو بروفايل او اللو بريسيت، واخدت تقريبا 45 فريم وانا بلعب وبجري بالعربيه في المابا بتاعت اللعبه، اللي هو ايه يا قدره، ده انت مش باين عليك مستوى، ده انت طلعت متخربشي ده انت مش طبيعيه بقى. فرحت ناقل لل 1080، قلت اما اشوف يعني ايه اللي هيحصل، ولكن بصراحه ما حسيتش بتحسن كبير قوي في الاداء. فبالتالي اقدر اقول لك ان احنا مستغلين ثغره ان في بوتل نيك، هو المعالج مش قادر يطلع فريمات اكتر من كده على ال 1080 او عموما يعني، فهي خلاص انت ما بتحسش بالفرق قوي ما بين ال 2K وال 1080. طبعا احنا اللي احنا بنعمله ده عباره عن هزار، دي مش تجميع لل 2K خالص يا جماعه، هو بس الفضول يعني والتجربه. فانتقلت اللعبه اتقل واتقل زي بلاك ميس وكونج، وهنا اللعبه دي دمرت. اللعبه دي يا جماعه تقيله لدرجه مش طبيعيه، انت تلعبها 1080 على اللو واحمد ربك على 50% تي اس ار، واتعشت قرد ابن لذينه ده، بص بيحير، ده مش طبيعي، عفرت الجهاز ما قدرش يتعامل معاه حرفيا. على 1080 كانت اللعبه تقيله، وكانت بيحصل معايا بعض التقطيع في اللعبه، وده بقى اول خازوق يا معلم في التجميعه دي. للاسف اللعبه دي بتقعد تلود داتا كتير قوي، وفي نفس الوقت احنا شغالين على يو اس بي 2، يعني هو ام 2 جين 4 لكن يو اس بي 2 خلاص احنا قفلنا الماسوره خالص. فللاسف ده بيخليه دايما يطلع الاس اس دي لل 100% كتير، وده بيعمل دروبات مع الوقت. فعلشان كده نصيحتي هنا بلاش تجيب 128 جيجا اس اس دي، او هات واحد 128 وهات واحد تاني 128 اس اس دي ساتا، حط عليه الالعاب بتاعتك علشان ما تقابلكش مشاكل وانت بتلعب، لان اسرع حاجه هتوصل عليها دلوقتي الساتا، يا اما هتجيب كارت تحطه في البي سي اي اي، والكارت اصلا سعره غالي، فاللي هو انسى الكلام ده. وده يا معلم بينقلنا لاخر خازوق مغري 007 فيرست لايت، واللي لما شغلتها يعني جربتها من على ستيم ومن على الفطار رشيقه، نفس الكلام، كل لما اجي ابدا الجيم اطلع بره، طب الفيرام اتملت، طيب طب ايه، ما فيش حاجه، هو انا كده مش هشتغل. بجرب يمين شمال لحد ما احد الاصدقاء يعني ليا في مجال الجيمنج راح قايل لي ده هو اصلا المينيمم ريكويرمنتس بتاعتها 1660 بص يعني انا حاولت اتضايق بس ما عرفتش، ما اصلا انا مش دافع فلوس والله يا جدعان. 10000 جنيه دول الاقي النعمه الماوس والكيبورد دول اغلى منها، ايه رايك بقى؟ فاللي هو انا مبسوط. قول لي انت ايه رايك في التجميعات البلبليه المستعمله؟ وعلى فكره انا هبيع التجميعه كده بسعرها زي ما هي، مش هحط عليها حتى سعر معجون ولا اي حاجه. كان معاك البلبل، سلام يا معلم.